بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد الله أوقاتكم بكل خير مشتركين ومتابعين على هذه القناة. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لكي يكون شفيعا لنا ولكم يوم القيامة. وبتمنى توصلوا صوتنا إلى جميع الدول المانحة وتحطوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا. أنا اليوم يا إخوانا بدي أحكي لكم شو صار معانا اليوم. إحنا أصلنا من شمال قطاع غزة، يعني إحنا هذه المنطقة اللي إحنا قاعدين فيها مو أرضنا، يعني اللي إحنا قاعدين فيها أصلنا إحنا في شمال قطاع غزة، بيت لاهية العطاطرة، يعني من هون لشمال قطاع غزة تقريبا لحتى نصل هنا 800 متر 900 متر، وإحنا اليوم هذيك المنطقة صفراء زي ما انتم عارفين، يعني محد بيقدر يوصلها، بس احنا اليوم قدرنا نوصل لحتى نشوف نورنا، لحتى نقدر انه نطلع اي اشي منها، لحتى نطلع بطاطين، لحتى ندفي حالنا او فراش لحتى ننام عليه، لحتى نطلع أواعي لحتى نلبسها وندفي حالنا. بس للأسف ما لقيناش أي حاجة، ما يعني كل الدور في بعض وقعات، وما فيش يعني اللي تطولي أي حاجة، ما فيش إنه تستصلحي أي إشي لحتى تطوليه. ولقينا دورنا كلها دارنا ودار اخوتي ودور عمامنا كلهن خشات في بعض، يعني فيش لا نقدر نطلع شي، ما قدرناش للاسف انه نطلع اي شي ولا نجيب غير سوى الحطب. ما جبنا بس الحطب، وما قدرنا برضو نطلع ذكرياتنا، ما قدرنا نطلع الاشياء ولا اي اشي، ذكرياتنا اللي كانت فيها وكل شي حتى احلامنا. يعني بتمنى يا اخوانا انكم تساعدونا وتوقفوا معنا. بتعرفوا دايما بنقول يا ريت تضلها غرفة، يا ريت ضلت لنا غرفة واقفة ولحتى نقوى حالنا فيها من الشتاء، من الرياح، من البرد القارس، نقوى حالنا يا ريت. بس كلمة يا ريت ما بتنفع، كلمة يا ريت لقيتها ما بتنفعش نهائيا. دايما بنقول يا ريت يا ريت يا ريت، بس كلمة يا ريت ما بتنفع. وبتمنى يا اخواننا انكم توقفوا معانا في اوقاتنا الصعبة وتساعدونا وانتوا شايفين معاناة الشعب الغزاوي، معاناة الشعب الغزاوي يعاني من كل شيء. دايما بنقول معقول نرجع نقعد في بيوت زي ما كنا قاعدين قبل، مسيدين مقيدين مبسوطين كتير، معقول نرجع نقعد في بيوتنا ومو في خيم. بس هذا يعني احنا دايما بنقول احنا في حلم، رح نفيق من الحلم، بس صدى يعني طلع في الواقع احنا مش في حلم. دايما بنضلنا نحكي هيك، بس معقول انه معقول نرجع لايام زمان زي ما كنا مبسوطين، معقول نرجع لطفولتنا، معقول نرجع لتعليمنا اللي ما كملناه، لمدارسنا اللي ما كملناهاش، لانه مدارسنا لقد صارت كلها ركاب. معقول نرجع لمدارسنا، معقول نرجع لحياتنا مثل قبل، نروح نطش نطلع نفرح احنا وعائلتنا، معقول؟ بس صار مو متوقعينه. بس بنقول الحمد لله، وادعونا يا اخوتنا بالفرج القريب لأهل غزة. ادعونا يا إخوتنا، دعواتكم تهمنا، ادعوا لقطاع غزة، ادعوا لإخوتكم بالإسلام، ادعونا بالله عليكم، تدعونا يا إخوتنا وتوقفوا معنا، نحن بحاجة إليكم يا إخوتنا. اطمن علينا لو في شيء بسيط، لو بتعليق، يعني ادعونا دعوات خير لنا والله يفرجها علينا. ادعونا دعوات الله يفرجها عليكم، الله يهون عليكم، الله يصبركم. ادعونا، وقفوا مع شعبكم الغزاوي، احنا اخواتكم في الاسلام، احنا اخوتكم في الاسلام. بتمنى انه توصلوا صوتنا الى جميع الدول المانحة لحتى تشوف معاناة الشعب الغزاوي الذي يعاني. بتمنى انكم توصلوا صوتنا لجميع الدول المرحلة لحتى تعرف معاناتنا. انتوا شايفين معاناتنا كتير صعبة لدرجة احنا ما بنقدر نتحملها. احنا والله تعبنا من كل هذا. بتمنى انكم توقفوا معانا وتساعدونا، وربنا انه يهونها علينا. ودائما بنقول الحمد لله على كل شيء. وبنقول الحمد لله
على كل شيء، وبتمنى انكم تساعدونا وتوقفوا مع شعبكم الغزاوي الذي يعاني من كل شيء، لانه احنا كتير بنعاني. ويا ريت لو مثلا كنا قاعدين في بيوتنا، معقول نرجع زي قبل؟ معقول ترجع المدارس تتعمر وترجع زي اول ونرجع نقرا فيها؟ معقول الاطفال يرجعوا يقروا في المدارس؟ الاطفال حتى يعني بيعرفوش يحكوا، بيعرفوش انهم يكتبوا، ما قروش، ما كملوش تعليمهم للاسف الشديد. الاطفال لا كملوا تعليمهم ولا اي شيء، راحت على الاطفال الصغار اللي ما عندوش روضه ولا عنده اول ولا عنده يعني مدرسه، لا بيعرفوا يكتبوا لا بيعرفوا يحكوا يعني بيعرفوش اي شيء. وبتمنى يا اخوتنا انكم تساعدونا وتوقفوا معانا، ومو بس معنا وتوقفوا مع كل واحد محتاجكم، كل واحد بدي اياكم. وقفوا مع قطاع غزة، لانه قطاع غزة بحاجة اليكم. نحن معنا سوى الله، ثم انتم ولا تخيبوا ظننا فيكم يا اخوتنا. وبتمنى توصلوا صوتنا الى جميع الدول المنحة لحتى يشوف معاناة الغزيين. وبتمنى تعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا تصلوا على الحبيب المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لكي يتشفع لنا ولكم يوم القيامة. وجزاك الله خيرا، وشكرا لكم، وشكرا لمتابعينا ومشتركينا، ولكل واحد بيعلق على هذه القناة وبوصل صوتنا إلى أعلى أحد. ولا تنسوا يا اخوتنا انكم تنسخوا الرابط اللي عندكم وتوصلوه الى احبابكم، الى اصدقائكم، الى جميع الدول لحتى تشوف معاناتنا ولحتى تساعدونا. وبتمنى انه قناتنا ترتفع، وبتمنى انكم تساعدونا يا اخواننا، وبتمنى انكم تساعدونا في كل شيء، يعني في اوقاتنا الصعبة. نحن ما لنا سوى الله ثم انتم، ولا تخيبوا ظننا فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خير.